الحمد لله الذي يغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو سبحانه الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهو جل وعلا الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لحكمه وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله يحكم ما يريد، لا راد لحكمه وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته على خير من دعا ربه واستسقى وحمده في السراء والضراء، وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه جعل هذا الماء حياة ورحمة ونعمة ومنة. قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. وعلمه جعل هذا الماء حياة ورحمة ونعمة ومنة. قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهو جل وعلا ينزل هذا الغيث بعلم وحكمة ويقسمه بين العباد كما قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وكما قال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومن رحمته جل وعلا أن جعل هذا الماء المنزل عذبا مباركا. قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون إنه بعباده خبير بصير. ومن رحمته جل وعلا أن جعل هذا الماء المنزل عذبا مباركا. قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولو شاء ربنا لجعل هذا الماء عذابا ونقمة وهلاكا، وفي أيام من سبق من الأمم عبرة. قال الله جل وعلا في قوم نوح ودعاء نبيهم عليهم: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال فيهم ربنا جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال فيهم ربنا جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال في نوح وأصحاب السفينة من المؤمنين معه وهي تجري بهم في موج كالجبال: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال عنهم ربنا في موضع آخر: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكذلك قوم سبأ كانوا في رغد من العيش ونعم دارة
بلدة. وقال عنهم ربنا في موضع آخر فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكذلك قوم سبأ كانوا في رغد من العيش ونعم دارة بلدة طيبة ورب غفور فلم يشكروا نعمة الله وكان حالهم ومآلهم كما قال الله عز وجل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ثم قال فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فيا عباد الله توبوا إلى الله جل وعلا واخشوه قبل أن يحل بنا ما حل بمن سبقنا ممن عصى وعاند. قال الله تبارك وتعالى وكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم حل بمن سبقنا ممن عصى وعاند. قال الله تبارك وتعالى وكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اجعل هذا المطر نافعا غير ضار اللهم اجعله صيبا نافعا اللهم اجعله صيبا نافعا اللهم اجعله صيبا نافعا. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك يا رب العالمين. معاشر المؤمنين من شكر الله تبارك وتعالى عند نزول هذا الغيث العمل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المؤمنين من شكر الله تبارك وتعالى عند نزول هذا الغيث العمل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك تذكر عقاب الله تبارك وتعالى وما حل بمن سبق من الأمم الظالمة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وقال لها أيضا كما في صحيح مسلم لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وقال لها أيضا كما في صحيح مسلم لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وقال قد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق السماء أي سحابا لم يتكامل اجتماعه ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها. فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحافظ ابن حجر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر ليصيب جسده. يقول أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صححه الحافظ ابن حجر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر ليصيب جسده. يقول أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. ويقول صلى الله عليه وسلم أو يقول المسلم عند نزول الغيث ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم صيبا نافعا. ويقول أيضا مطرنا بفضل الله ورحمته. ويقول أيضا كما في صحيح مسلم رحمة هكذا لفظه رحمة.
وإذا كثر المطر وخيف منه سن أن يقول كما في لفظ مسلم: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب. في مسلم: رحمة، هكذا لفظه رحمة. وإذا كثر المطر وخيف منه سن أن يقول كما في لفظ مسلم: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وإذا سمع الرعد فله أن يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه الطبراني في الدعاء عن كعب. قال الحافظ ابن حجر: هذا موقوف حسن الإسناد، وهو وإن كان عن كعب فقد أقره ابن عباس وعمر، فدل على أن له أصلا. ورواه البخاري في الأدب المفرد عن الزبير. وله أن يدعو عند نزول الغيث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. رواه الحاكم وحسنه الألباني. ويشرع الجمع. وله أن يدعو عند نزول الغيث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. رواه الحاكم وحسنه الألباني. ويشرع الجمع بين الصلاتين عند نزول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وكذا مع الوحل. ولأجل توحيد العمل في مساجد الدولة فقد رأى المعنيون بالمساجد قصر هذا الجمع للمطر على العشاءين دون الظهرين، كما في فتوى اللجنة الدائمة. والجماعة خير والفرقة شر. وقد تابع ابن مسعود رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه في أعظم من ذلك، في إتمام الفريضة بمنى وإن كان يخالفه، فما نحن فيه أيسر، بل هو مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وغفر له. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أعظم من ذلك في إتمام الفريضة بمنى وإن كان يخالفه، فما نحن فيه أيسر، بل هو مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وغفر له. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا وجنودنا بسوء اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا المطر نافعا غير ضار. اللهم اجعله صيبا نافعا. اللهم زدنا من بركات السماء. اللهم زدنا من بركات السماء واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا المطر نافعا غير ضار. اللهم اجعله صيبا نافعا. اللهم زدنا من بركات السماء. اللهم زدنا من بركات السماء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحمد في السماوات وفي الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله على إنعامه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معاشر المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. مما ينبه عليه في هذا المقام الحذر من نسبة هذه النعمة، نعمة المطر، لغير ربنا جل وعلا. ففي الصحيح أن الله جل وعلا قال بعد نزول غيث:
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والكافر هنا هو من قال مطرنا بنجم كذا وكذا وعليه فقل وعاك الله وسدد بغيث. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والكافر هنا هو من قال مطرنا بنجم كذا وكذا وعليه فقل وعاك الله وسددك مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله كما في رواية البخاري. ومن ذلك الحذر من إلقاء النفس إلى التهلكة بالنزول إلى بطون الأودية ومستنقعات المياه ومواضع الضرر، ويزداد الأمر سوءا إذا كان هذا المتعرض للخطر قد صحب معه أولاده ونساءه. والواجب أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات الجهات المعنية كالدفاع المدني. بارك الله في جهودهم وكتب الله لمنسوبيهم أجر إحياء النفس. قال الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم الزم بيتك أخي وقت الضرر والتنزل منسوبيهم أجر إحياء النفس. قال الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم الزم بيتك أخي وقت الضرر والتنزه له وقت آخر فيما بعد. وأما من غرق في هذه السيول من إخواننا المسلمين فنسأل الله تبارك وتعالى لهم المغفرة وندعوه جل وعلا أن يجعلها شهادة له. ومن تورط في هذه السيول فيعان من قبل إخوانه لكن دون ضرر، إذ الضرر لا يزال بالضرر كما هو مقرر في الشريعة. الحذر من التسخط والطعن في أقدار الله تبارك وتعالى، سب الريح أو المطر، فهذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى. ويروى أن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقولوا قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن للدين والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في ديننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا وجنودنا بسوء اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.